أهلا بكم. في زمن الرقص والطرب السيسي لوحده في قمة العرب. مصر دعت لقمة عربية طارئة بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الخيانة العربية للدولة المصرية في القمة العربية واضحة تماما. رئيس الجزائر رفض المشاركة في القمة العربية لأسباب وهمية، رغم أنه صرح من 3 أسابيع أنه هيبني 3 مستشفيات في قطاع غزة بعد توقف الحرب. الرئيس الجزائري ده يا جماعة هو اللي كان طلع تصريح منذ فترة وبيقول افتحوا لنا الحدود علشان نروح نحارب إسرائيل ونحرر الفلسطينيين. كله كلام في الفاضي. وقت الجد الكل بيخلع ومفيش إلا مصر اللي واقفة على أرض ثابتة. تونس، اعتذار الرئيس التونسي عن القمة العربية. يبقى الجزائر خلعت، تونس اعتذرت، المغرب محدش سامع لهم صوت. يبقى الجزائر وتونس والمغرب. عندنا ليبيا، الدبيبة موافق على استضافة 200 ألف فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا. المصيبة الكبرى إن هو موافق على استضافة الفلسطينيين في ليبيا، وطبعا ده إرضاء للرئيس ترامب. دول الخليج رفضت تمويل إعادة إعمار غزة، اشترطوا علشان يمولوا إعادة الإعمار حركة حماس تخرج من المشهد، وطبعا حركة حماس هترفض. يبقى كده مفيش تمويل من دول الخليج. السودان والصومال والعراق ولبنان وسوريا واليمن كلهم أشباه دول مش دول. يعني أحمد الشرع رايح القمة العربية يعمل إيه؟ مفيش في إيده حاجة ولا يقدر يعمل حاجة. كومبارس. كل الرؤساء دول يا جماعة يعني رايحين صورة ومنظر إرضاء لشعوبهم إن إحنا بنناصر القضية الفلسطينية، إن إحنا واقفين في المناسبات القومية. كله في الفاضي. ساعة الجد مفيش إلا أم الدنيا تركيا، مفيش صوت نهائي. الكل نايم، الكل بيخشى المواجهة مع الرئيس الأمريكي المتعجرف ترامب. يعني في الآخر الضمنة هتقفل على مين؟ على الجيران مصر والأردن، وبعد كده مش هتسمع صوت لأي دولة تانية نهائيا. الدول العربية اللي رفضت المشاركة في القمة العربية لأسباب يعني خاصة بهم، بس معظم الدول العربية اللي رفضت يا جماعة يعني خايفة من ترامب، خايفة من الولايات المتحدة الأمريكية، خايفين على كراسيهم، مش عاملين اعتبار حتى لشعوبهم. لكن الدولة المصرية بعون الله هي واقفة لوحدها ضد الأمريكان وضد الصهاينة. مش بتوع كلام، مصر مش بتاع الكلام. قبل كده قالوا السيسي هو اللي بيبيع القضية والسيسي هو اللي هيقبل بتهجير الفلسطينيين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يا جماعة الخلاصة إن الراجل ده رئيس شريف في زمن عز فيه الشرف. أقسم بالله العظيم لو أي رئيس تاني من الجماعة إياهم اللي مرضوش يحضروا القمة العربية، لو ما كان عبد الفتاح السيسي كانوا قبلوا مليارات الدولارات وكانوا باعوا القضية تماما، وقال لك فلسطين إيه وغزة إيه، كل واحد يشيل نفسه. لكن هو ده دور مصر، ومصر طول عمرها كبيرة وطول عمرها مساندة للقضية الفلسطينية، وستظل بعون الله أم الدنيا الداعمة القوية للقضية الفلسطينية. وإن شاء الله الدولة المصرية هتفرض قرارها على الجميع رغم أنف الجميع. بنتمنى التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي، أسد العرب وحامي الديار. بكررها تاني، أسد العرب وحامي الديار.
بكررها تالت: أسد العرب وحامي الديار ومنقذ الوطن من الانهيار. كمل يا سيسي، جيشك وشعبك معاك مكملين.